كاين في كل راجل سر مخفي، طاقة مدفونة. إلا فجرة غادي تولي حياته بحال فيلم جديد. هاد الطاقة هي هرمون التستوستيرون. هو الوقود اللي كيحرك الراجل، كيخلي صوته واعر، حضوره قوي، ونظرته حادة. الطموح ديالو ما عندوش حدود. ولكن السؤال، كيفاش نفيقو هاد الوحش اللي ناعس؟ كيفاش نطلقو الشرارة اللي غادي تغير كلشي؟ في هاد الرحلة غادي نغوصو في العقل والجسم. غادي نكتشفوا أن الخطوات اللي غادي تفجر التستوستيرون بطريقة عادية، باش تولي النسخة اللي عمرك ما تصورتي تقدر تكون. قبل ما نهضروا على كيفاش تفجروا التستوستيرون، خاصنا نعرفوا علاش كينعس هاد الوحش. بزاف ديال الدراري ما كيعرفوش انهم عايشين ناقصين هاد الهرمون. كتفيق الصباح بلا طاقة، كتحس بالكسل بحال الا دماغك مفرغ. كتكون واقف قدام المراية ما كيعجبوكش العضلات ديالك، وما عندكش داك الحضور اللي كيخلي الناس يسمعوك. والأسوأ ان الرغبة ديالك في النجاح الحياة كتنقص. كل هادشي ماشي لعنة، ماشي صدفة. هذه إشارات واضحة أن التستوستيرون عندك طايح. واللي ما كيعرفش يعالج هذا المشكل غادي يبقى عايش حياته كاملة بحال الظل، ماشي بحال الراجل. دابا ندوزو الأسباب الحقيقية لانهيار التستوستيرون. خاصنا نكونوا واضحين، التستوستيرون ما كيطيحش هكاك بلا سبب. كاين أسباب كتخلي بزاف ديال الرجال يضعفوا بلا ما يحسوا. أول سم هو الإباحية والعادة السرية. هادو كيسرقوا منك الطاقة الذكورية وكيلخبطوا لك دماغك وكيخليوك عبد للشاشة. تاني سم هو الماكلة الغير صحية، السكر والمقليات والمشروبات الغازية. هادشي كيلخبط الهرمونات ديالك، كيخليك ديما مرخي وضعيف. تالت سم هو قلة النعاس. الا ما نعستيش مزيان جسمك كيصنعش التستوستيرون، كتفيق عيان وما قادرش تركز ولا تعطي مجهود. رابع سم هو الكسل والحياة بلا هدف. الراجل اللي ما عندوش تحديات، ما كيتحركش، ما كيتقاتش، طبيعة الحال غيبرد. بداية الانفجار. باش تفيق التستوستيرون خاصك تبدا بحاجات بسيطة ولكن قوية. اول خطوة هي قطع الاباحة والعادة السرية. راه ماشي غير دينيا حرام، ولكن علميا تكتشف ان الاباحية والعادة السرية كطيح التستوستيرون ديالك باش ترجعو للزيرو. اول اسبوع غادي تحس بصعوبة، ولكن مع الوقت غادي تلاحظ الطاقة كترجع بحال شي نار شاعل. تاني خطوة، النوم منظم. نعس 7 حتى 8 سوايع في الليل، جو مظلم بلا تليفون قبل النعاس. هنا الجسم ديالك كيصنع الهرمون وانت ناعس بلا ما تحس. ثالث خطوة، الأكل الذكي. البروتين، الدهون الصحية، الخضرة بزاف. هادو هما الطوب ديال البنيان اللي كيبنيو الهرمونات ديالك. الرياضة والتحدي الجسدي. السر الأكبر لتفجير التستوستيرون هو الرياضة. ماشي غير باش تبان قوي، ولكن باش جسمك يفيق ويصنع الهرمون بكمية مضاعفة. أول حاجة رفع الأوزان. منين كتشد الحديد وكتقاتل معاه، الجسم كيرسل إشارات للمخ، هذا راجل خاصو قوة. والمخ تيجاوب، تيزيد التستوستيرون. تاني حاجة، تحديات القسوة. الجري السريع، تمرينات الضغط حتى تنقاطع النفس ديالك. هاد اللقطات اللي كدوز فيها العذاب هي اللي كتصنع منك رجل مختلف. ثالث حاجة، استمرارية. راه ماشي دير أسبوع وتحبس، خاصها تولي جزء من حياتك. الجسم مكيتبدلش في نهار، ولكن مع الوقت غادي تشوف العجب. التستوستيرون ماشي غير في الجسم، كاين حتى في العقل. الراجل اللي عايش بلا هدف غارق في التفاهة، طبيعي هرموناته يطيح. اول حاجه الطموح. الا ما عندكش حاجه كتجري وراها غادي تبقى بحال ماكينه بلا وقود. مين كتخطط وتقاتل باش توصل، الدماغ كيطلق اشارات خاصنا طاقه، هنا التستوستيرون كيتفجر. تاني حاجه العزله المنظمه. خذ وقت تبقى فيه بوحدك، بلا تليفون بلا صخب. هنا كتسمع صوتك الداخلي وكتلقى القوه اللي مخبيه وسط ديالك. ثالث حاجه السيطره على الرغبات. الراجل اللي كيعرف يقول لا لنفسه، للإغراءات، للطريق الساهل، هذاك راجل حقيقي. ولكن كل مرة كتسيطر فيها الجسم كيعاود يبرمج راسو وكيقويك أكثر. منين التستوستيرون كيطلع كلشي كيتبدل. الصوت ديالك كيبدا يخرج واعر عميق، أي كلمة كتقولها كتدخل العقول. النظرة ديالك كتولي واثقة، ماشي خوف ماشي تردد، غير حزم وقوة. الطاقة ديالك كتفيض، كتصبح باغي تخدم، تبني، تحارب. حتى في العلاقات النساء كيمشيو لداك الحضور بلا ما تهضر، كيبدا يبان في الجسد، في المشي، في الابتسام. فوق هادشي كامل النجاح كتولي عندك شجاعة تبدا المشاريع، تواجه الصعاب، تفرض راسك وسط الصعاب.
التستوستيرون ماشي مجرد هرمون، هو الوقود ديال الرجولة الحقيقي. التستوستيرون ماشي زر كتكليكي عليه تيبقى مفعل طول الحياة، راه معركة يومية. كل صباح كتفيق عندك اختيارات، يا اما تكمل تبني الوحش اللي داخلك، يا اما تخليه ينعس ترجع ضل بلا قيمة. القوة كتجي من الصبر، من الانضباط، ومن القرارات الصغيرة اللي كتعاود ديرها كل يوم. قطع الإباحية، نظم نومك، كل بحال المحارب، تحرك وواجه الآلة. ومن غادي تشوف راسك كتكبر، كتصبح قوي، تعرف تسيطر على حياتك، غادي تفهم أن التستوستيرون ماشي غير هرمون، هو رسالة من الخالق. إما تكون راجل بحق، ولا تبقى عبد الرغبات ديالك. الاختيار ديما عندك. راه العالم ما كيرحمش، يا إما تدخل لي بحال الأسد بصوتك بعضلاتك بعقلك، يا إما غادي يبلعك بحال فريسة ضعيفة. متبقاش تسنى التغيير يجي من برا. تستوستيرون، الرجولة، قوة، كلشي بداخل. إلا بغيتي تولي أسطورة خاصك تبدا دابا.